في لحظة غدر أخد فيها نفس عميق ولف فجأة ورمى مراته من فوق جبل صخري عالي. قبل ما تستوعب اللي حصل وقعت على وتد خشب اخترق جسمها فدخلت في غيبوبة على طول، وجوزها جمع خشب وولع فيه ورمى كل هدومها في النار عشان ما يفضلش دليل عليه. افتكر انه كده ضحك على الحكومة، بس اللي حصل بعد كده كان اكبر من خياله. الدم نزل منها على نملة صغيرة، جمع سرب من النمل على جسمها، وفجأة لساعات النمل رجعتها لوعيها وما قدرتش تشوف جرحها قد ايه عميق ووضعها كان صعب، بس كانت عارفة حاجة واحدة، لو ما هربتش هتموت محاصرة بين منحدرات عالية ومحشورة في حفرة عميقة وجسمها مزروع بوتد خشب. الهروب كان شبه مستحيل، بس عينيها لمحت ظل وردي قريب، ده اداها امل في قلبها، وبوجع لا يتحمل بيمزق جرحها مدت ايديها وقدرت تمسك سماعات ودن مرمية، وبسلكها بدأت تسحب ولاعة ناحيتها، واللي المفروض ياخد ثانية خد معاها دقايق، بس في الاخر مسكت الولاعة ارتسم راحة على وشها وجمعت اعشاب ناشفة وحشراتها تحت الوتد وولعتهم من غير تردد. النار كلت جسمها، بس كانت عارفة ان الوجع والألم ده ممكن يرجع لها حياتها. الألم كان أكبر من الوجع. لأكتر من ساعتين النار فضلت مولعة لحد ما الوتد صفى، وأخيرا حررت نفسها ونجت، بس الخطر ما خلصش. عارفة طبيعة جوزها وإنه هيرجع، شدت جسمها الضعيف وزحفت ناحية منحدر عشان تستخبى، وبعد شوية رجعوا 3 رجالة للمكان. انصدموا لما لقوها مش موجودة وما صدقوش إن حد ممكن ينجو من الجروح دي، بس جوزها قال هي مصابة وما بعدتش بعيد. وبدأوا ال3 ينزلوا دلوقتي، وهي جه دورها ان هي تتحرك. اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير علشان يوصلكوا الجزء التاني. مع السلامة.